يلا ابيك قدمت. السلام عليكم اخوان، مثل ما تشوفون ومثل ما وعدناكم احنا بالمحافظات اللي تم تحريرها. احنا اليوم على مشارف الموصل. هذا طريق اللي يودي اللي يجيب من الموصل لبغداد، وهاي قرية الشورة. بقى شيء قليل وراح تصير بيدينا قرية الشورة، واكو محاور متقدمة على اليمين، محور للاتحادية ومحور على اليسار، واحنا بالنص ننظف الشارع من العبوات مثل تشوفون. هاي الهمرات مالتنا وهذا الجهد الهندسي، والشيء قليل بقى تقاطع الشورة. ونحب نوجه رسالة لأهل الموصل، نقول لهم قادمون يا موصل، اللي هي بذيك الفترة داعش قالها قادمون يا بغداد، وتأخر علينا واحنا حاليا جايين للموصل. وإن شاء الله النصر قادم، وراح ناخذ بثار أخواتنا الأزيديات وأخواننا المسيح وأخواننا من الشبك وتل عفر. وإحنا ما عندنا تفرقة بأي واحد، أي عراقي بأي محافظة يوقع بضيق إحنا موجودين إن شاء الله. وإحنا نطي ونضحي بدمائنا وبكل شيء في سبيل كل مواطن عراقي ما يظل مذلول، ويجي واحد من خارج الدول اللي هي مطرته الدول مالته، لأن هو حس السامع سايب ويجي هنا يمي ويفرض شخصيته على الشعب العراقي. أنا أريد أوجه رسالة للخليفة، لأن أنا تدرون يعني دائما عداوتي ويا الخليفة. هذا الخليفة السايب السخيف اللي مفخخ بيوت العالم كلها ومستباحها، يعني هاي بيوت من هسه. انت دائما تقول انا عداوتي ويا الرافضه ويا الايزيديين ويا المسيح. هاي شنو هاي البيوت هنا؟ هذا جامع، ليش مفخخه؟ هاي مدرسه، هاي المدرسه كلها مفخخه، صفوفها كلها مفخخه. ليش قاعد تفخخ؟ هاي الشوارع كلها مفخخه، الجسور كلها موقعها. الجسر هم يعني ايزيدي لو شيعي، مع تحياتي يعني تحياتي وتقديري لاخواني الشيعة واخواني اليزيدية، بس ليش يعني هسه هذا الجسر موقع انت؟ ليش كذاب؟ انت تكره السنة اكثر ما تكره الشيعة، وماكو طائفة بالعراق ما تكرهها، وانت تكره الانسانية. واحد ناقص وكلب زين، واحنا كل الزين نعرف من ندافعك ونعرف انت من وراك زين. وينك انت مختفي؟ هاي قادتنا مو ويانا طالعة، وين انت مختفي وضام روحك؟ انت لو بيك خير كان طلعت. السلام عليكم. السلام على سيدي. وانت لو بيك خير وجماعتك لو بيهم خير، من شافوك انت ماكو المفروض ينهزمون، المفروض يعوفون واقفيننا. وذولا دا يفجرون روحهم. على شنو دا تفجر روحك؟ على هذا الناقص؟ على مود هذا الناقص تفجر روحك؟ إيه. تفصلنا غير. وان شاء الله تخلص مأساة ومعاناة الايزيديات والمسيحيات وكل من اخذوها واعتبروها سبية. ان شاء الله احنا جايين بالساعات المقبلة، احنا يمكم ما عندنا مشكلة. احنا ارواحنا فداء لهذا البلد ولهاي الناس، وهذا شغلنا، ما مسوي فضل احنا على اي واحد. هذا شغلنا وهذا دوامنا وهذا هاي مهنتنا زين. والخليفه ترى انت سخيف. هسه احنا عيفك من الخليفه، نريد اهل الموصل نريد هسه كبه يا سامعين بيها احنا بس ما ماكليها، نريد كبه من ايدين الحجيات الكبار اللي بيهن ريحه الجنه، مو ذن البنات الصغار. بس شويه سوت شيء وجت وياي بعصبيه ايش بيك؟ قالت الظفر انكسر. والله ليش؟ قاعد اطلع الكبابايه من الطاوله وانكسر الظفر غبينات. فاحنا نريد اهل الموصل يسوون لنا كبه. ما عندك تحيه؟ معنويات عاليه. ننتصر قادمون يا لينا.